من عشاق الكشري مش هضحك عليكم. ندوق بقى. الله الله. طبعا جبت حوالي كيلو ونص طماطم، وبعد كده بدأت ان انا اقطعه بالشكل دوت اي تقطع. وجبت حلة عندي، وبعد كده نزلت بالزيت، معلقة زيت مش كتير. كده نزلت بالطماطم عشان اتأكد ان طبعا الطماطم خدت الصدمة اللي انا عايزها. جبت طبعا كوباية مية سخنة، وبدأت ان انا اقلب ده كله على ما الطماطم يجهز معايا. حاولت ان انا اجهز، بدأت ان انا اجهز الكشري، بس مش هستخدم غير البصلاية حرفيا. بدأت ان انا اقطعها كويس، حاولت على قد ما اقدر ان انا اقطعها اقطع من كده عشان خاطر تبقى خفيفة معايا وتبقى كريسبي معايا. اللي يخليها كريسبي اكتر ان انا بعد ما قطعته رحت جاي حاطه في طبق، بعد كده اديت لها معلقة دقيق ونص معلقة كورن فلاور وبيتها في التلاجة. طبعا اديت لها سنة ملح كده. طبعا على ما البصلة تهدى شوية والصوص تخلص معايا، جبت ربع كوباية عدس أصفر وجبت شوية كوباية رز أبيض، طبعا ربع كيس شعرية حرفيا. وبدأت إن أنا أعمل الرز. كان صوص طماطم عندي طبعا خلص خلاص، ركنته على جنب. جبت حلة عشان الرز، نزلت بالشعرية، بدأت أنا أقلبها بالشكل ده لحد ما تبقى لونها ذهبي. بعد كده نزلت بالرز. مش هضحك عليكم، لازم المية بتاعت الرز اللي هو بتاع الكشري لازم تبقى الضعف عشان خاطر العدس بيشرب مية. طبعا نزلت بالملح، وبعد كده نزلت بالمية زي ما عملتلكوا. حاولت على قد ما اقدر ان انا اخلي المية تبقى اعلى من اي مرة عملت فيها رز، عشان زي ما قلت لكم العدس بيمتص المية، فممكن يخلي لك الرز لسه نايم. غطيت كله طبعا انا بجهز بيت الكشري. جبت مكرونة سباجيتي قطعتها بالحجم اللي انتوا شايفينه دوت. بدأت أقطعها على أكتر من 4 مرات أو 4 مراحل. وجبت شوية مكرونة مرمرية على قد ربع كيس مكرونة مرمرية، والمية كانت بتغلي عندي زي ما انتوا شايفين. نزلت بالمكرونة، بعد كده بدأت إن أنا أقلب في المكرونة. طبعا المكرونة دي يا جماعة حرفيا لازم أنزل بيها سوا مع بعض، ما ننزلش دي لوحدها ودي لوحدها. ولازم أخلي المكرونة كمان بتاعت الكشري مستوية أوي، لأنها مش هتتعرض لأي صدمة نار غير هي السلقة دي. ممكن تتعرض لصدمة نار بسيطة اللي أنا ألف فيها الكشري. خلينا نرجع لموضوعنا. طبعا بدأت إن أنا أصفي المكرونة بالشكل ده من غير ملح ولا أي حاجة، اديت لها بس زيت. بعد ما صفت اتأكدت إنها استوت أوي. طبعا على ما المكرونة خلاص جبت حلة عندي ونزلت بالماء المغلية ونزلت بورقة لورا ونزلت بالكمون ونزلت بملح وغطيت ده كله عشان ده اللي هنزل فيه الحمص عندي بقالي يوم ونص يومين. كده غطيتها، كان الحمص خلاص استوى. بعد كده اتأكدت ازاي ان هو استوى. طبعا جبت شوية حمص كده في المعلقة عشان اتأكد عليها، لقيتها فعلا استوت معايا بالشكل دوت. عرفت ان الحمص خلاص استوى. ده العدس طبعا نقعه برضو بقالي يوم. مش هضحك عليكم. كان كده غطيتها. بعد كده صفيت العدس بعد ما استوى خلاص. العدس يا جماعة بالذات من نوع الحاجات اللي هو الحبوب اللي ما بتغيبش أوي في التسوية، فمتقرص عليها عشان ما يبقاش مهري معايا. طبعا التوم ده قسمه على 3 مراحل. طبعا جبت طاسة وحطيت لها زيت واديت لها توم، دي اللي هعمل فيها الدقة. بعد كده ظبطت التوم شوية عشان الدقة حلاوتها في التوم أو الكمون، وخليت التوم الأول الكمون يجي الأول بعد التوم عشان يديني اللون الصفار بتاع الكمون. كده نزلت الكزبرة ونزلت بالخل ونزلت بالمية. خليت الخل مثلا كوباية والمية نص كوباية، ونزلت بالملح خليتها تغلي. بعد كده فضيتها بالشكل ده. اديت لها نص كوباية المية عشان تكسر مزازة الخل شوية، عشان ما يبقاش خل بس ويبقى يتعب على القلب أكتر. طبعا خليت ده كله يغلي، وده كان شكل الدقة اللي طلعت معايا. العكس بقى ان انا الحاجات التانية او الصوص الحاجات التانية نزلت بالثوم، وبعد كده نزلت بالكزبرة ونزلت بالكمون. منزلتش بالكمون الأول، هو عادي ممكن تنزل بأي حاجة مش فارقة. ده طبعا من الصلصة نزلت بالخل، وبعد كده نزلت بالصلصة زي ما انت سامعين كده. كده انا بتأكد فعلا ان الحاجة بتاعتي تمام لما اسمع صوت أي طشة تحتاج زي كده. تبلتها زي ما انا عايز على حسب الملح، وبعد كده على حسب الرغبة. كده صوص طماطم جهز معايا، كان ريحته يا جماعة كانت جميلة أوي. ده طبعا معلقتين صلصة ولا 3 معالق صلصة اللي هعمل بيهم الشطة. هوريكم نعملها ازاي اللي بتاعت الكشري. يلا بينا. طبعا جبت طاسة نزلت بالشطة، وبعد كده بدأت إن أنا أخلط مصر زي النتيجة لما نزلت بالطماطم وطلع عندي الثمرة بتاعتي. طبعا خليتها تغلي شوية، قلبتها واديتها نص كوباية مية بسيطة، أو ممكن متديلهاش أصلا كمان مية. تبلتها وممكن متتبلهاش، بس هي الشطة بتبقى حلاوتها الشطة البودرة لما بتتحمر في النار بتديك أكسدة وبتديك ملوحة وبتديك كل حاجة، فبالتالي انت مش هتضطر انت تحط حاجة أصلا على الشطة. طبعا البصل كمان كان عندي جاهز،
بدات ان انا انزل بيه في الزيت وما قلبتوش خالص الا وانا بطلعه عشان خاطر الدقيق والكورن فلاور ما ينزلش في الزيت. ده الشكل اللي طلع معانا، كان شكله تحفه بجد. خلينا نشوف احنا عملنا ازاي. طبعا ده كان صوت القرمشه بتاعته، كانت حاجه يا جماعه رهيبه. ده كان شكل الكشري. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، تقولوا رايكم. ده لسه ما جمعتش في بيت الكشري، كان حاجه، كان شكله تحفه، والرز كمان كان مفلفل. خلينا نشوف احنا هنجمعه ازاي، يلا بينا. حرفيا يا جماعه ده منظر او شكل الكشري بعد ما قفلته. حاولوا، على فكره انا ما استخدمتش غير حله او حلتين، وحاول انت تتاثر في العده عشان لما تيجي تشتغل في الكشري بيستهلك منك عده كتير، فحاول انت تتاثر. المهم عندي طبعا ده الشطه، دقه، عدس، مكرونه، اللي هو ميكس مكرونه، سباكيتي على خواتم صغيره او مرمريه زي ما تحبوا تسموها، حمص، بصل. ده الرز طبعا انا مخليه كده عشان خاطر لسه هلفه، فايه يعني هو اصلا بص مفرفر عامل ازاي، يعني حاجه شايفين ده الرز حاجه يعني جميله جدا. طبعا لسه كل ده هيتلف، وخلي الحمص والعدس والبصل يعني ممكن تحط في كشري شويه بس تخليه جارنش عشان حد حب يزود، حد ما حبش يزود. وخلي لو انت هتاكل لوحدك او اي حد ياكل معاك تضرب الكشري كله دوت تلمه في حله واحده. انا هلفه واوريكم ازاي. طبعا دي الحله اللي انا هعمله فيها حله كبيره اهيت، هلف ده كله فيها، بس مش هفضل الحمص والعدس والبصل كله مره واحده. عندي الشطه ملحوظه، لازم عشان لما تيجي تعمل الشطه تقعد تعلمها بعلامه، تكتب عليها تغلفها وتكتب عليها تحط لها قرن فلفل حامي عشان الناس محدش يجي ياخد منها يلاقيها سبايسي فتبوظ له الدنيا. عندي صوص طماطم طبعا خلصان اهوت كده. انا واقف على اني اقفل ده كله واخليه في طبق واحد. خلينا نشوف هنقفله ازاي ويلا بينا. طبعا جبت الحله اللي هلف فيها الكشري، بعد كده جبت توم وكان نزلت طبعا بالثوم، وبعد كده نزلت خليته ياخد اللون الذهبي، نزلت طبعا بالكزبره ونزلت طبعا بالكمون برضو. طبعا ده ربع كوبايه خل او ممكن معلقه او معلقتين على حسب الرغبه، معلقه كبار. قلبت ده كله زي ما قلت لكم. اساس الكشري هو الثوم، كمون وكزبره وخل. طبعا نزلت بالرز بالشكل دوت. الرز طبعا كان مفلفل معايا وكان حلو جدا، مش هضحك عليكم، كان حاجه كده جميل قوي. طبعا نزلت بالمكرونه بعد كده نزلت بالعدس، يعني مش الكميه كلها بتاعت العدس. بعد كده نزلت بنص كميه البصل، وبعد كده قلبت ده كله تاني وخليته طبعا ده كله يتشرب معايا في مع الثوم والكمون والكزبره والخل عشان يديني مزازه في الكشري. بصراحه كانت ريحته كانت جميله قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. طبعا خليته شويه دلوقتي يلا هناكل الكشري. حاجه بقى يا جماعه بصراحه جميله. ده طبعا الكشري بعد ما ظبط، ده شكله اهو زي ما انتم شايفين. حاجه كده يا جماعه والله العظيم كميه كبيره قوي، وفي نفس الوقت ممكن تاكلها يومين ثلاثه. انا من النوع اللي هو بحب الكشري، ريحته جميله بصراحه. ريحه الثوم والحاجات دي كلها يا جماعه عامله ريحه في قلب العماره اللي انا قاعد فيها، مع الخل بقى وحركاتك. حاجه يعني تقول لي افتح مطعم على طول. حاجه جميله. الحله دي ممكن تاكل 4، ممكن تاكل 5، وكميه قليله يعني مش مكلف. ادي طبعا الصلصه بتاعتنا. طبعا قبل ما اعمل الصلصه لازم اشوفها اذا كانت ملحها مظبوط ولا لا. الله اكبر بتاع. حاجه جميله يا جماعه. انزل بقى ايه، ممكن انزل مثلا بشويه الحمص. طبعا لو انا مثلا معايا حد ممكن ما الكيس ده كله اخلي كل حاجه لوحدها. هنزل بشويه من العدس بالشكل ده، تمام. بعد كده انزل بقى بشويه البصل الحلوين بالشكل ده، وبعد كده انزل بقى ده عشان انا اللي هاكل معلقه الدقه اللذيذه، بس هدوقها برضو حلو قوي، حلو قوي 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 يعني، تمام. انزل بسنه السبايسي، مش عايز اكتر زي ما انتم شايفين. وبعد كده انزل بمعلقه الصلصه. حاجه فيها تركايه، الشطه، الصلصه، الدقه. اكله هتعملها كميه كبيره وفي نفس الوقت يعني تاكل معاك مجموعه.
طبعا شكل الكشري حاجه رهيبه، وشايفين الطبق ده عشان تجيبه بره اصلا غالي، انت فاهم؟ فهي حاجه نفسها كويسه جدا. وانا بصراحه يعني من عشاق الكشري، مش هضحك عليكم. ندوق بقى. الله الله، جميل قوي. بص حتى الحمص اللي انا عامله فيه حلو قوي. تيست. اهم حاجه في الكشري 4 حاجات 3 حاجات بس اساسيهم ايه؟ التوم، الكمون، الخل. التوم، الكمون، الخل، 3 حاجات دولت اهم حاجه في الكشري. بتعمل بيهم الصلصه، بتعمل بيهم الدقه، بتعمل بيهم الحمص، بتعمل بيهم ممكن تحط تتبيله شويه فلفل شويه كمون كده مع البصل وانت نقعه الكشري وانت بتعمله زي ما وريته لكم كده، هيدي تيستنج حلو قوي. لو لفيته زي ما عملته كده تيست حلو قوي. الحمص ده انا نقعه قبلها بيوم او يومين. العدس كذلك الامر. البصل اللي انتوا شفتوه، الشطه شفتوها، الدقه حلوه قوي، صوص طماطم حلو. بصراحه طبق كشري جميل قوي ما فيهوش غلطه بجد. تروح تاكله بره غالي قوي. طعم جميل. زي ما انتم شايفين. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. واهم حاجه زي ما انتم شايفين الكشري يعني على حسب الرغبه. اهم حاجه بقى طبعا ان انتوا ما تنسوش تدعمونا على قناه يوتيوب رامي سعد محجوب معذره، وتقولوا لي ايه رايكم في طبق النهارده اللي هو طبق الكشري. ان شاء الله انتظركم في حلقه جديده، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطبعا كل ما الدقه كمان بالذات كل ما تهدى وتخش التلاجة هتديك تيستنج حلو.